ما عندوش خدمه كيف يروح يتزوج. دونك لازم تكون خدام. الزوجه لازم يكون عنده دار، ماهوش شرط يكون دار يكون مع والديه، ولكن يكون عنده وين يسكن. اذا كان ضيق عندهم، اذا خوه متزوج، غير واحد خوه متزوج ديجا امبوسيبل، ما يقدرش، مستحيل. هادو هما الامور اللي تمنع الشبيبه يتزوجوا بكري، مو بكر يتزوجوا مؤخرا. انا هكذا صارت لي ناس صحابي يتزوجوا مولا 28 24، انا مولا 33. هذه وين انت في 94 هذه شي ضروك. نزيد كلمه اخيره. بكري كانوا بوياتنا يقول لك نعقل الشيباني الله يرحمه، الوالد الله يرحمه، كان يقول لهم يقولوا اش خاصك يسقى جان شاب من هذوك كيما اش خاصك اللي فاتوا شويه 25 24 25، يقول له خاصني الضلعه والطلعه والمسامير للربعه. سمعتني مليح؟ الضلعه اشتاحي هي ومن حواء خلقها ربي بالضلعه ادم عليه السلام. هذا شك. ثانيا الطلعه اشتاهي هي التعب الخدمه. والثالثه المسامير للربعه اشتاهي. بكري كانوا يديروا خيمه ويديروا اربع الاخرين وخيمه. دونك لازم له هادو. المراه هي الاولى، تصدر هذه الاولى بصح هي في الاخير صح. الطلعه ما كاش الخدمه، والمسامير للربعه السكنه. اخويا تفهمنا دابا. السلام عليكم. راه متزوج لقيت ما كاينش اليد العامله، ما كاينش الخدمه، وزيد الدار اللي تقصدها يضربوا لك السكنه، المهر غالي، بزاف صوالح كاع يشرطوا لك واحد الامور صافي ما تقدرش تطلب بهم كاع. اما القضيه تاع الشباب الزواج تاعهم تاخر من ناحيه الخدمه ما كانش واضحه، من ناحيه البطاله راها ياسر، من ناحيه هذه تاع الملح يديروها لهم، هذه تاع مليون وشحال مليون وش هذه ما دير لهم والو، حتى واحد براسو ما كان والو، لا سكن لا، يعني نشوف فيها ميزيريه، خاصه الشباب مساكين، ما فيش امل، ما فيش خدمه، اللي عنده كلا 4 5 ساعات قاعد بويه قاعدين، وفي سكنه واحده فيها 2 ديار 3 ديار، ماهوش طايب حتى انه يركض. هذه راهي موجوده في كل بلاصه هذه عندنا. هذه اللي نشوف هذه الظاهره تاع الشباب، ويحسن عونهم. يعني الشاب ذاك يتزوج يقول لك انا نروح نحصل، انا نروح نتزوج نحصل في روحي باطل. وراك تشوف بناويتنا قعدوا الشباب كاع، الشاب الحق 40 سنه باه يتزوج ويدير مستقبل شحال يخصه، باه يتحرك مسكين، باه 40 سنه باه يتحرك، يعني ما فيش عمل، ما فيش سكن، وين يصد؟ ما بالك كاين الحق ذاك 40 سنه ويجي يتزوج روطار، ما يجيب اولاد حتى يولي شيباني، يولي انسان كبير. هذه نسمعوها الدوله تاعنا الجزائريه، يعني ماذا بنا كي يتهلاو في الشباب الدوله تتبنى، كي صح ما يتهلاوش في الشباب الدوله ما عندها باه تبنى. هذا الشباب هو كل شيء. 35 حتى 40 وما يتزوجوش. ليش؟ على خاطر ما مشي كيما الهند تاع بكري، الهند تاع بكري قابض مع راسو. انا مولا 12 عام كنت خدام، والله الا خدمت 120 ظروف في النهار، ما طلع الشمس حتى التمسيه حتى الليل. هاو المشكل تاعنا ذاك خبرك ذاك راه مصاريف كبيره، تروح للغلام تسيبها 7 ملايين، تروح للدفوع يقول لك 40 مليون، وزيد شات العقد وزيد الوزن، خلاص ذاك نرقدوا ما نتزوجوا ما والو. هذا المشكل تاعنا، سمعتني؟ دروك رانا حنايا ذاك اللي تجي تدور ليها يقول لك روح ادفع، يقول لك 30 35 40 مليون. هيا روح تشوف تجي صايك يتكمل الدفوع وخلاص الدور للغلم تسيبها، يقول لك شحال، يقول لك المهر شغل، المهر راهو قصير راهم يطلبوا بالزير، وزيد على ذلك الغلم دروك راه يقول لك 7 ملايين 8، وراك راح 8 ملايين 9 ملايين، شحال تقوم مكتب الوجبه؟ 5 6 7 راه هبال هذا. ثم العرس شحال يتقام لك بالميت العرس هكا؟ العرس قبل الدفوع بالغنم شحال يتقام لك بالميت؟ وراه 80 مليون 80 مليون وراه. شو الشابي بعدك اللهم صل على النبي. خلاص راهو لا خدمه لا والو، يقعد مساكين، هو باه يتزوج. نطلبوا ربي ان شاء الله يفتح على ذي الشبيبه. ان شاء الله.
الأسباب كثيرة، من بين هذه الأسباب غلاء المهور مثلا. الشباب اليوم راه عاطل عن العمل، الشباب راه يعاني من عدة مشاكل، فهذا هو اللي أدى إلى تأخر الزواج. غلاء المهور مثلا، البطالة مثلا، كذلك السكن، يعاني الشباب من السكن، كذلك يعاني الشباب مشاكل عائلية، يمشي يتزوج ويدي الزوجة تاعو للبيت تاعو ربما عنده مشاكل. الشباب اليوم راه دخل في المخدرات، كاين اللي راهم دخلوا متاكلين في الحبوب، الكيف وما إلى ذلك. هذه الأمور كلها أدت إلى تأخر الزواج. وكذلك العشرة، ما كاينش العشرة. اليوم يتزوج وربما غدوة من ذاك دير له خلع، ربما غدوة من ذاك يعني يتفاهم معها على شروط، من بعد تولي في شروط واحدة أخرى، تقول له ما نخدمش، ومن بعدها تولي تقول له لا لازم نخدم، تقول له نسكن معاك في داركم، ومن بعدها تعاود تدور عليه. هذه كلها أدت إلى تأخر الزواج بالنسبة إلى الشباب. كاين شروط يعني تعجيزية، يروح يعني ربما يخطب يشرطوا له شروط تعجيزية، يغلوا له يعني المهر. كذلك بالنسبة إلى النساء فاني، كاين اللي ربما فاني يشترط عليها شروط فاني. هذه كلها أدت إلى تأخر الزواج.